يا صباح الفل عليكم من داخل المتحف المصري الكبير. احنا دلوقتي واقفين أمام واحدة من أهم القطع المعروضة في المتحف المصري الكبير، السرير الجنائزي الخاص بأوزوريس. سرير جنائزي رمزي بيمثل عملية تطهير ورفع أوزوريس، وهي المرحلة الأخيرة من القصة الخالدة اللي موجودة في الحضارة المصرية القديمة، قصة أو أسطورة إيزيس وأوزوريس، واللي بتتكلم عن الاتنين الإخوات أوزوريس وست، وعملية القتل اللي تمت لأوزوريس على يد أخيه ست بعد تقديم القربان. وطبعا هي القصة المذكورة في القرآن الكريم والخاصة بحادثة القتل بتاعة ابني آدم. القصة دي فيها تفاصيل كتير جدا مكتوبة في الحضارة المصرية القديمة أدبيا، يعني اتخذت شكل أدبي زي أي قصة بتتحول بعد كده في الحياة إلى قصة مكتوبة بيضاف فيها العديد من العناصر الدرامية. كذلك القصة دي تعرضت لإضافات درامية كتيرة جدا في شرح إزاي تم قتل أوزوريس على يد أخيه ست، والدور اللي قامت بيه زوجة أوزوريس وهي إيزيس وأختها نفتيس، ثم بعد ذلك ميلاد حورس ابن أوزوريس وإيزيس، وتربيته اللي تعهدت بيها جدته حتحور في أحراش الدلتا، وإخفاءه عن عمه ست علشان ما يقتلوش لحد لما كبر وبدأ يخرج علشان يسترد عرش أبيه، والصراع المرير اللي تم ما بين حورس وست علشان حورس ينجح أخيراً في استرداد عرشه من عمه ست وينتقم لأبيه، ويشيدوا له المعبد اللي موجود في إدفو، المعبد الشهير معبد حورس بحدتي أو حورس بتاع مدينة بحدت، وهو حورس الأفنجر أو حورس المنتقم لأبيه. الأسطورة دي مأخوذة من قصة حقيقية، هي قصة ابني آدم المذكورة في القرآن الكريم، ولكن زي ما قلت لحضراتكم أضيف عليها الكثير من العناصر الدرامية في سرد القصة، إلا إن هي فعلا قصة ابني آدم اللي موجودة في القرآن الكريم. والسرير الجنائزي ده بيمثل عملية رفع صير بعد استشهاده بما إنه شهيد. القصة واضح جدا إنها بتتعرض لهذه العملية الخاصة برفع صير، زي ما احنا شايفين على السرير الجنائزي منحوت صير وهو ممدد على السرير، ومعاه 5 طيور، طائر عند كل كتف من كتافه، وطائر عند كل قدم من أقدامه، وفي طائر بيرفعه من المنتصف. دي عملية التطهير والغسل اللي تمت لجسد صير ورفعه. في بعض المرشدين السياحيين بتقول على الطيور دي إن هي شخصيات بتمثل عائلة إيزيس ونفتيس والكلام ده، ولكن الكلام ده مش حقيقي. واضح جدا جدا من الشكل اللي معمول بيه السرير إن ده تمثيل للملائكة وهي تقوم برفع جسد أوزوريس. قطعة من القطع النادرة الهامة جدا، واللي في منتهى الإتقان والعظمة في النحت، معمول من حجر صلب زي الجرانيت من قطعة واحدة منحوت بالشكل ده، معروضة في المتحف المصري الكبير زي ما احنا شايفين. وأرجو إن كل الناس تروح وتتفرج عليها لأنها قطعة ثمينة جدا جدا وبتتكلم عن قصة مهمة جدا في الحضارة المصرية القديمة. وأخيراً بقى هختم لكم الفيديو بفيلم تسجيلي بيتكلم عن هذه اللقية الأثرية الهامة جداً للسرير الجنائزي الرمزي الخاص بأوزوريس. والقصة دي بدأت مع العالم الفرنسي إيميلينيو اللي تخصص في دراسة اللغة القبطية وتاريخ الكنيسة المصرية،
الراجل ده ولد سنة 1850 وجاء إلى مصر بعد ذلك، وعمل في حفريات خاصة في منطقة أم الجعاب بأبيدوس اللي هي سوهاج حاليا لمدة 5 سنوات. وفي عام 1898 عثر على هذه المقبرة اللي وجد فيها السرير الجنائزي الرمزي الخاص بأوزوريس. إيميلينيو اعتقد إن هذه المقبرة هي مقبرة لأوزوريس، وإن المقابر المجاورة ليها ما هي إلا مقابر لحورس ابن أوزوريس وست أخيه. ولكن بعد انتهاء فترة عمل إيميلينيو بدأ يعمل حفريات في هذه المنطقة فلاندرز بيتري، اللي اكتشف العديد من الأشياء الأخرى في نفس المكان وفي نفس المقبرة، واللي أثبتت إن هذه المقبرة بتعود إلى ثالث ملوك الأسرة الأولى وهو الملك جر. طبعا نفى بذلك فلاندرز بيتري اعتقاد إيميلينيو بأن هذه المقبرة هي مقبرة أوزوريس، واكتشف أن المقابر الأخرى بتعود إلى عصر الأسرة الثانية، لأن منطقة أم الجعاب في أبيدوس هي مقر أو مسقط رأس ملوك الأسرة الأولى والثانية اللي بنسميهم في التاريخ المصري القديم العصر العتيق. طبعا احنا بنختلف أو هنقول رأينا الخاص بهذا الموضوع بأن ما ينفعش ملوك الأسرة الأولى والثانية يبقى فيهم أوزوريس أو ست، لأنهم كلهم حكموا بالاسم الحوري، يعني وضعوا قبل السرخ بتاعهم علامة حورس. وطبعا إنجاز لينا إن احنا نقول رأينا في الموضوع، فما ينفعش إطلاقا أي ملك من ملوك الأسرة الأولى والثانية يبقى هو أوزير أو حورس أو ست، لأن كل هؤلاء الملوك حكموا باسم حورس، فده معناه إن هم إما هم ملوك لاحقين لحورس أو إن منهم من هو حفيد لحورس، فما ينفعش يكون هذه الشخصيات عاشت في تلك الفترة إطلاقا. كمان من الحاجات المهمة جدا اللي لازم نذكرها إن بالفعل في عصر الدولة الوسطى تم عمل مقصورة لأوزوريس في هذا المكان، وتم تقديس المكان، وكانت بتحصل فيه زيارات من المصريين القدماء في تلك الفترة على إن هذا المكان يخص أوزوريس. فربما في عصر الدولة الوسطى تم العثور على هذه المقبرة بمحتوياتها، وده أدى إلى أن الناس تعتقد أن دي مقبرة أوزوريس. ولكن بنأكد من خلال الكشف بتاع فلاندرز بيتري اللي أكمل حفريات إيميلينيو إن هذه المقبرة بتخص الملك جر، وهو ثالث ملوك الأسرة الأولى. وهنشوف حتى في اللقية الأثرية السرخ الخاص بالملك جر أو واجهة القصر اللي بتحمل اسمه وبيسبقها علامة حورس. ولذلك احنا بنقول إن ما ينفعش إطلاقا يكون الملك جر هو أوزوريس. بعض العلماء الآخرين اللي عملوا في المنطقة نسبوا كل هذه الإضافات والأعمال لأحد ملوك الأسرة 13 من عصر الانتقال الثاني أو نهاية الدولة الوسطى، ولكن أيضا هذا دون دليل واضح. بشكركم وأتمنى أن الفيديو يكون عجبكم، وأشوفكم على خير.